مش دايما الأكل اللي احنا بنعمله بتاع زمان بتاع أهالينا ممكن يبقى أفخم حاجة. احنا بنعمله علشان بيفكرنا بذكرياتنا زمان. النهاردة أنا قررت أعمل معاكم وصفة أنا بحبها قوي، لأن ماما زمان كانت بتعملها لنا دايما. آم، هي وصفة سهلة، يعني مفيش أي حاجة، بس هي طبعا كانت من إيدها حاجة تانية، وفي حد عزيز عليا طلبها مني، فأنا النهاردة هعملها معاكم. هي وصفة بطاطس بس ني في ني، يعني كل البطاطس والخضار بعمله مع البوتاجاز ني في ني. فتعالوا بقى نحضرها سوا، يلا بينا. حاجة هجيب حلة، مفيش أي حاجة، ما شغلتش النار ولا أي حاجة لسه. طماطم وبصل وفلفل، وأنا عايزة فلفل سبايسي. طبعا لو مش حابين سبايسي ما تحطوش، حطوا فلفل رومي عادي، بس أنا كنت متعودة باكلها مشطشطة شوية. طبعا أنا كل حاجة مقطعاها كبيرة، أنا هعملها زي ما هي كانت بتعملها بالظبط، فهي كانت بتقطع كل حاجة كبيرة كده. فهنزل بالخضار، بطاطس. البطاطس عندي أنا مقطعاها نفس تقطيعة الخضار عشان يبقى كله نفس السوا. هنزل بالبطاطس برضو. كل ده أنا لسه ما شغلتش النار، كل ده على البارد. عايزة فصين توم مفرومين، مكعبين مرقة خضار، ملح، فلفل اسود. زمان اكل اهالينا كله ما كانش غير حاجه غير ملح وفلفل وكمون وكزبره، ما كانش عندنا كم التوابل الموجوده دلوقتي. كمون حته صغيره قوي يعني مش كتير، كده على طرف المعلقه. كزبره ناشفه برضو مش كتير. ميه سخنه، انا مش عايزه ميه كتيره، انا عايزه بس ميه يبقى فيها صوص كده. والخضار كمان لسه هينزل ميه، فانا مش عايزاها بتعوم في الميه، لا انا عايزه ميه بس قليله. زيت، تقليبه بقى كده لكل الخضار بتاعي. طبعا اللي حابب يضيف لها عصير طماطم ممكن صلصه برضو، بس انا عايزه اعملها زي ما هي كانت بتعملها بالظبط. اول ما تغلي هوطي عليها واسيبها بقى تستوي. هنعمل جنبها بقى ايه؟ رز ابيض. هنعمل بقى دلوقتي الرز الابيض. عندي حله على النار، هحط شويه زيت، هنزل بالملح. لكل كوبايه رز معلقه ملح، معلقه بس صغيره. هنزل بقى بالميه السخنه. بصوا كده الرز بدأ يغلي، فانا هغطي عليه واوطي واسيبه بقى يستوي خالص على مهله. بصوا بقى الاكل خلص، ما اخدش اصلا 10 دقايق على النار. بصوا الرز حلو ازاي، ريحته رهيبه. ده لو في الفطار بقى بعد ما يستوي كده، حطي معلقه سمنه بلدي وغطيه وسيبيه، هيبقى رهيب. هغرف بقى كده. مش دايما الاكل اللي احنا بنعمله بتاع زمان بتاع اهالينا ممكن يبقى افخم حاجه. احنا بنعمله علشان بيفكرنا بذكرياتنا زمان. الفول اللي على النار بدمسه. بصوا البطاطس فيها صوص حلو ازاي. طبعا انتوا ممكن تقللوا الصوص براحتكم يعني. انا بحب صوص شويه مع الاكل. ريحتها مش قادره اتكلم، هي فظيعه. 10 دقايق كنت مخلصه الاكل. تحفه. جربوه وقولي رايكم ايه، والف هنا وشفا.